السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله وحشتوني كتير. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هنعمل كرواسون بالشوكولاتة على الأصل والطعم الحلو. دور وقدر تتقدر. الطريقة الأصلية لكرواسون الشوكولاتة، او ممكن تحشيه اي حشوة تانية. انا حشيته المرة دي شوكولاتة. شايفينه ما شاء الله مورق ازاي وطري وهش وجميل وروعة، والسوا بتاعه تحفة تحفة تحفة، والعمايل روعة. وهنشوفها مع بعض دلوقتي. وشايفين ما شاء الله، شايفينه طري ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وطبعا الحاجات دي كلها غالية برا، نوفر ونعملها في البيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا 3 كوبايات دقيق، الكوباية 250 جرام، ومعانا ربع كوباية مية دافية، ومعانا كوباية لبن رايب، ومعانا معلقة خميرة، ومعلقتين ونص سكر، وهنخمر الخميرة في الخلاط. ومعانا بيضتين، هناخد بيضة كاملة والزلال بتاع البيضة التانية والصفار هنخليه للوش. ومعانا رشة ملح ومكعبين زبدة ومعلقة خل وربع كوباية زيت. هنضيف منها شوية مع الخليط ده، والباقي هنستخدمه بعد كده. خلاص. ومعانا كيس فانيليا اهي، ما شاء الله الخميرة اختمرت. وهنضيف الدقيق المنخول حبة حبة كده مع بعض، ومعانا معلقة بيكنج باودر صغيرة. تمام كده. مكونات هكتبها في صندوق الوصف. هنعجن بقى، وهناخد شوية حبة حبة من اللبن الرايب او اللبن العادي زي ما انت عايزة. مش هنستخدم الكوباية كلها برضو، كل ده حسب الدقيق. وهنضيف مكعبين الزبدة الطراي، هنعجن العجينة ونخبطها كام خبطة كده. تمام كده. وهندهنها بالزيت، وهنسيبها تخمر من نص ساعة لساعة. تمام. اهي خمرت معانا اهي العجينة. طبعا في الشتاء بتاخد وقت شوية. انا بحطها في الفرن، غطيتها بالغطا وبالفوطة وحطيتها في الفرن. هنقسم العجينة لأربع كور زي ما انتوا شايفين كده. وهناخد بقى نغطيها بالنايلون او البلاستيك، وهناخد واحدة واحدة وهنفردها. هي دي طريقة التوريق بالزبدة. مش هنتكلم زبدة كتير ان شاء الله. كل كورة من دول هتاخد مكعب زبدة هفرقه كده عليها. تمام كده. وهحطها في طبق، الفها واحطها في طبق، وادهن الوش بالزيت واغطيها بالبلاستيك اهي. تاني مكعب زبدة ده، وفي مكعبين زبدة في العجينة، يعني استخدمنا حوالي 6 مكعبات زبدة. تمام. مكعبات وسط قد بعض كده. هنفرد اهو، وهنوزع الزبدة اهي، ونفردها وهنلفها كده، وهندهنها بالزيت الوش كده، وهنغطيها. واخر واحدة معانا. الموضوع عايز شوية صبر وعلى طول هتطلع معاكي الحاجة ناجحة بإذن الله، وتمشي بالخطوات مظبوطة. خلاص خلصت اهو، وغطيتها بالنايلون وحطيتها شوية في التلاجة. احنا في الشتاء وكل حاجة، بس الخطوة بتاعت التلاجة دي برضو مهمة عشان الزبدة ما تسحش مننا. وهناخد بقى اول واحدة عملناها هناخدها وهنفردها، وهناخد التانية ونفردها ونحطهم فوق بعض. شايفين ما شاء الله العجينة جميلة ازاي اهي، ما شاء الله ناعمة وخمرانة وكل حاجة. هنفرد اهو برضو، وهنحطها فوق التانيين. خلاص خلصنا، فاضل واحدة اهي. هنرش الطبق شوية دقيق
اهي ما شاء الله، شايفين مورقة ازاي؟ الله اكبر الله اكبر. وهنغطيها برضو بالنايلون عشان ما تنشفش معانا. وهنعمل اخر واحدة، ونرش رشة الدقيق وخلاص. هنفرد بقى العجينة كلها فوق بعضها كده، وهنفردها فردة حلوة. شايفين ما شاء الله ما شاء الله خمرانة ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، من الفقاعات اللي طالعة ومتورقة. هنفردها كويس جدا ونخليها يعني متساوية كلها، السمك بتاعها ايه متساوي. وهنقطعها. انا دهنت العجلة بشوية زيت عشان تبقى سهل معانا في تقطيع المثلثات. تمام كده، عملت حوالي 20. وهنفتحهم من فوق كده عشان يظبطوا معانا اللفة، التشكيل بتاع الكرواسون. تمام. ومعانا اهي الشوكولاتة القطعة اهي، وهنلفها بقى. ما شاء الله ما شاء الله، العجينة جميلة جدا. ويعني وانت بتمسكيها وتفرديها وتشكليها طرية طرية وجميلة جدا. نعمل الاشكال كلها كده بسرعة. تمام. عملنا حوالي 20 قطعة. ما شاء الله ما شاء الله، كمية جميلة جدا. هندهن بقى الصواني بتاعتنا دهنة خفيفة كده، وهنرص الكرواسون فيها. وهنغطيها برضو بالنايلون علشان او البلاستيك علشان تخمر بقى شوية، نسيبها تخمر شوية. كل خطوة بتسيب العجينة تخمر وتغطيها كل خطوة. تمام. هنجيب دلوقتي بقى الصفار البيضة مع شوية لبن مع شوية خل وفانيليا، وهندهن بيه الوش عشان يدينا لون الجراتا. وهنضيف برضو السمسم حسب الرغبة، بس يعني برضو بيدي شكل وبيدي طعم وكل حاجة حلوة. اهو برضو الصينية التانية اهي دهناها وخلاص. الصواني استوت اهي وطلعت. هنبخها على طول بالمية وهنغطيها. برضو الصينية التانية هنبخها بالمية وهنغطيها عشان تفضل طرية وهشة زي ما احنا عايزين. خلاص ما شاء الله ما شاء الله، الصواني بتاعتنا جاهزة اهي. ما شاء الله، شايفين السوا؟ وما شاء الله طرية وهشة وجميلة وهتعجبكم خالص. ما شاء الله ما شاء الله. نشوف الصينية التانية برضو السوا بتاعها زيها ما شاء الله. وبعد كده هنجيب العسل وهنلمعها بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.